المرمى. بقية الأسماء في تشكيلة الأهلاوية: دانيلو أربوليدا، أدريسا دومبيا، علي القادري، نعيم أسليتي، ويزن عماد، أمين الطيهي، عمر سيكو، ينساني، جاسم محمد، ياسين الفريد، وجاسم الشرشني. هذه التشكيلة السيدي كريستوف مدرب دحيل بصلاح زكريا في حراسة المرمى. مباراة خطر العميد الأهلاوي، يسدد كرة، الله، لتصحيح ما فات يا عميد، لتصحيح ما فات يا عميد. النادي الأهلي يسجل ربما أسرع أهدافه في هذا الموسم. كرة بتعود للخلف، عاصم مدبو بيسيطر على كرته، خطأ خطأ خطأ، الله على العميد حينما يكون في أفضل حالاته. خطأين في الدقائق الأولى في شوط المباراة الأول. النادي الأهلي يضاعف التقدم في النتيجة، ليسوا بالقمصان الخضراء، لكن يبدو بأن طريقهم أخضر، طريقهم أخضر في هذه الليلة. الثاني عن طريق عماد، الثاني عن طريق يزن. هنا الإعادة لهذه الكرة ولهذا الخطأ الذي كان عن طريق عاصم مدبو. راوغ في هذا المكان في المنطقة المحظورة، وتناسى بأن خلفه هداف يدعى يزن عماد. خطف هذه الكرة وراوغ الحارس ووضع كرة في المرمى، وأعلن عن تقدم العميد. من أمامه تعود من علي قادري، مرور، يا سلام، الكرة المرتدة السريعة للعميد، انطلاقة عن طريق يزن. انعمات يتقدم، يزن يحاول يوقف على كرته، بيمشي كرة في الجهة اليسرى. ادريس دومبيا، دومبيا يسدد كرة، لكن الكرة جهة اليمين عند القائد جاسم محمد. الكرة ليزن، انعمات بيسدد كرة، لكن حارس المرمى صلاح، حارس المرمى صلاح زكريا. يزن انعمات الذي لم يكن دائم الحضور، لم يكن دائم الحضور. وهنا يعني أقصد الكرة لكيمو نغوان، لكن التمريرة خاطئة. يزن انعمات، يزن يتقدم، يرسل كرة، الله، العميد يضاعف النتيجة، العميد يضاعف النتيجة عن طريق سيكو ينساني. يأتي الهدف الثالث، يأتي الهدف الثالث، لكن أي تمريرة يا انعمات، أي تمريرة يا يزن انعمات. وضع سيكو ينساني أمام المرمى وقال له: عليك أن تتكفل بالباقي، عليك أن تسجل الثالث، عليك أن تعلن بأننا اليوم وفي هذه المباراة ومع بداية الدور الثاني نريد أن ننتصر للمرة الثالثة على دحيل. الله على التمريرة من يزن والمتابعة من سيكو ينساني، والهدف الذي يأتي في يوسف أيمن في تبديل قادم. مشاهدينا الكرام، يزن انعمات راح يترك أرضية الملعب، والبديل والويد محمد، أحد الأسماء أيضا الشابة